لأكبر موقع ممكن تجد به مصادر للبحث مالتك أو لرسالة الماجستير. طبعًا هذا الموقع مهم جدًا ومفيد، وإحنا كأساتذة جامعات عندنا بيه حسابات وعندنا بيه بروفايلات ننشر بيه كل نشاطاتنا ومؤلفاتنا العلمية، فتعالوا نتعرف على هذا الموقع ونتعلم شلون نستخدمه. هذا الموقع هو موقع ResearchGate. أول شي ندخل على جوجل ونكتب ResearchGate وبعدها نضغط على أول رابط. فتح الموقع مثل ما تشوفون كاتبين إنه هذا الموقع يحتوي على أكثر من 160 مليون بحث منشور تقدرون تحملوهن، وأكثر من 25 باحث حول العالم تقدرون تتواصلون وياهم، وأيضا أكثر من مليون سؤال بحثي تقدرون تطلعون عليها وتستلهمون منها أفكار للبحوث مالتكم. كالعادة هذا المستطيل البحث تكتب به أي موضوع تريد تبحث عنه، وبعدها نحدد بالأسفل هل احنا نريد نبحث عن بحوث أو مؤلفين مختصين بالموضوع أو أسئلة بحثية حول الموضوع. على سبيل المثال نكتب مفردة الذكاء الاصطناعي ونبحث عن مصادر عنها. طبعا الموقع يدعم اللغة العربية وبمصادر عربية. بعدها أحدد له أنه أنا أريد بحوث، وراح تطلع بحوث عن الذكاء الاصطناعي، والبحث اللي تريده طبعا تضغط عليه وراح تظهر لك كل تفاصيله مثل المؤلف، وأيضا زر التحميل PDF، وفي الأسفل تقدر تطلع على البحث كامل. أما إذا ضغطت على خيار الأسئلة فراح تظهر كل الأسئلة البحثية اللي يطرحوها الباحثين والمتعلقة بالموضوع اللي تبحث عنه.